ازيكم؟ بيجيلنا رسائل كتير الستات بتشتكي ان ازواجهم مش مهتمين بيهم وانانيين في السرير جدا، ومش بيلبوا احتياجاتهم كفايه، وان هو اهم حاجه نفسه وخلاص. طبعا هو اسهل حاجه دلوقتي ان انا اقول ان الراجل ده ما بيحسش وازاي سايب مراته كده، وان هو مش راجل، وان هو يتحمل مسؤوليته والكلام ده جزء منه حقيقي وصحيح، وان الراجل فعلا لازم يتحمل مسؤوليته ويرضي الست اللي معاه دي. واظن انا اتكلمت كتير قبل كده في الجزئيه دي، بس انا في الفيديو هنا عايزين نشوف الصورة بشكل مختلف او من زاوية مختلفة. خلينا نبدأ من الاول، لا من الاول خالص، من الاول جدا. الراجل الطبيعي ما اتخلقش علشان يمتع الست في السرير. يعني لما بتجيب الراجل كده تفتح الكرتونة كده وتطلع الراجل بضبط المصنع بتاعه، ما فيهوش الاوبشن او ال الوظيفة ان هو يسعد الست في السرير. امال وظيفته ايه؟ وظيفته انه ينشر جيناته علشان يحافظ على بقاء النوع بتاعه، زي اي كائن على الارض، زي النبات، زي الحشرات، زي الطيور. كل الكائنات اللي على الارض شغلها الشاغل واهم غريزة عندهم انهم يحافظوا على بقائهم وما ينقرضوش. فتلاقي الراجل هايج على كل حاجة وعايز يحط جيناته دي في اي مكان، ما بيرحمش حتى لا بشر ولا شجر ولا كائنات حية ولا كائنات بتمشي على اربع. الراجل غريزيا عنده جينات عايز ينشرها، بعكس الست اللي جيناتها وغريزتها بتتجه للانتقاء، اللي هي بتنتقي الجينات او الشخص المناسب اللي جيناته بتكون مناسبة عشان عيالها يطلعوا اصحاء او اقوياء او وهكذا. فتلاقي الراجل عشوائي عايز يرمي جيناته في كل حتة، والست بتنقي. طيب انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان اقول لك ان الراجل مشغول بس انه يحط جيناته. ده الراجل العادي، الراجل الطبيعي، خلقة ربنا، ضبط المصنع كده. وده اللي كان بيعمله اصلا من الاف السنين. فكرة بقى ان الست اكتشفنا ليها نشوة وبتحتاج مداعبات والكلام من ده، دي حاجات بقى جديدة. فدلوقتي مثلا بنطلب من الراجل انه يداعب، هيداعب له ربع ساعة مثلا. كون ان الراجل يداعب ربع ساعة ده شيء صعب جدا، لانه هو اول ما مجرد ما بيلمس الست كمداعبة بيحصل له انتصاب او يحصل له انتشاء. فتلاقي جسمه من جوه بيقول له يلا ننشر جيناتنا، يلا خش يا معلم. يقول له يا ابني استنى، دي مراتي وحبيبتي وعايز ادلعها بقى وبتاع. جسمه يقول له يا عم مش فاضيين للكلام ده، احنا عايزين ننشر جيناتنا. فتلاقي جسمه بيزقه ان هو عايز يخش يمارس العلاقه. فتلاقي بعد 5 دقايق تلاقي الراجل يعني ايه متململ كده، يلا يا جماعه احنا. طيب يا سيدي، الراجل جه على نفسه وماسك نفسه بالعافيه وداعب 15 دقيقه مثلا، وجاي بقى خلاص اهوت ندخل كل حاجه في كل حاجه ونبدا الحفله. الراجل الطبيعي بيقذف في وقت ما بين 3 ثواني ل 15 ثانية. ده المعدل الطبيعي للراجل الطبيعي. انا عارف انت بتفكر فيه دلوقتي ان المعدل الطبيعي ما بين دقيقتين وكلام من ده، لا استنى اكمل كلامي. الراجل الطبيعي لما بيحط الحاجة في الحاجة، الطبيعي انه يقذف ما بين من 3 ثواني ل 15 ثانية. بس احنا عشان بنقول له امسك نفسك، وهو برضو عايز يمسك نفسه شوية عشان يلحق يتمتع شوية، فتتلاقي الراجل بيمسك نفسه دقيقة، دقيقتين، 5 دقايق. في خلال ال5 دقايق بقى جسمه بيقول له انت بتعمل ايه يا متخلف، احنا ورانا جينات عايزين ننشرها. فتتلاقي ماسك نفسه الراجل عشان ان هو ما يخلص، لان طبيعه جسمه وطبيعه خلقته وضبط المصنع انه يلا يا معلم خلص، احنا ورانا جينات، ورانا ناس تانية عايزين نخلص. فتتلاقي الراجل الطبيعي يقدر يمسك نفسه. خلي بالك، يمسك نفسه. يعني هو لو ما مسكش نفسه بقى طبيعي، الموضوع ياخد معاه من 3 ثواني ل 15 ثانية. بس لو مسك نفسه جه على نفسه، الموضوع ممكن ياخد معاه في المتوسط 5 دقايق ل 7 دقايق. وحتى الناس بتوع دقيقة ودقيقة ونص ده معدل لسه الدكاترة بيسموه معدل طبيعي. طيب معناته ان الراجل لو قعد 7 دقايق يبقى هو بيخدمك، يبقى هو بيحبك، يبقى هو عمل اللي عليه وزيادة. ده المعدل الطبيعي بتاع البشر، انهم يمسكوا نفسهم. ده بعد ما مسك نفسه، يعني ده بعد التعديل بتاع ضبط المصنع. هو ضبط المصنع بتاعه ثانيتين 3 ثواني مثلا ل 15 ثانية. ده ضبط المصنع بتاعه. الراجل طور نفسه ونزل برامج جديدة على جهازه العصبي، ومسك نفسه كمان دقيقتين 3 4 5. طيب نكمل بقى، نكمل اللي هيحصل. الراجل خلص، بيحصل له زي انهيار كده في الاعصاب وكل حاجه. الراجل بيحصل له شت داون كده، فبيبقى عايز يريح بقى. ويا سلام بقى لو ينام حتى ربع ساعه ولا 10 دقايق كده، ايه قيلوله كده صغيره،
ده جسمه اللي عايز كده. فهو الراجل بعد ما بيخلص ويسيبك وينام، ده جسمه اللي بيعمل كده. هو مش مستهزي بيكي، هو مش بيكرهك، هو مش اناني، هو مش بيحب نفسه، لا هو عايش طبيعته كراجل. فده الراجل الطبيعي. طيب انا كده دمرت العلاقه، ده كده مفيش حد هيعيش مبسوط بقى، الست دي مش هتستمتع ولا ايه؟ ده بقى اللي هنقوله دلوقتي. اذا احنا لما بنطلب من الراجل انه يداعب 15 20 دقيقه قبل العلاقه، ولما يعمل العلاقه يقعد 15 20 دقيقه بيعمل علاقه، وبعد ما يعمل العلاقه وهو منهار وكل حاجه تعبانه، محتاجين منه كمان ان هو يحضن ويبوس ويشطب الايه، يشطب الشغل. طيب ده كتير جدا على الراجل. طب نعمل ايه؟ هنطلب من الراجل يعمل كده. طب والراجل هيعمل كده ليه؟ يعني انا راجل مزاجي حلو، بعمل العلاقه كلها اول عن اخر شاكب راكب كده، بتاخد لها 10 دقائق 7 دقائق كده، واضير وشي وانام. هتيجي تقول لي بقى الموضوع ياخد له يخش له في ساعه بقى وحوارات وبتاع، انا هعمل كده ليه؟ يبقى الاصل ان احنا عايزين نخلي عند الراجل دافع انه يعمل كده، واهم دافع بقى انه هو ايه؟ يكون بيحبك. ايوه. بعد الحوار الطويل اللي انا بقوله ده كله، عايز اقول لك ان لازم الراجل يكون بيحبك ومهتم بيكي علشان يبذل المجهود اللي هو عكس غريزته. يعني ما تجيش العيشه بينكم اصلا زي الناس عايشه مع بعض اصلا ما بيبصوش في وش بعض وما بيضحكوش في وش بعض وما بيتكلموش بعض، وانت مش مهتميه بيه تماما وبتعامليه معامله مش عارف ايه، وبعد ده كله لما تحصل العلاقه عايزاه يعملها علاقه نموذجيه ويبذل المجهود الكبير ده. لا كده الكلام مش منطقي. عشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها هناك دي، يبقى لازم هنا تبداي تقدمي السبت، ولازم نحسن علاقتنا الاول، تبقى علاقه سليمه الاول، وبناء عن العلاقه السليمه دي هنطلب بقى من الراجل انه يعمل 1 2 3، يبقى لنا عين ان احنا نطلب. ده انا حبيبتك يا عم، ايه يا عم انت بتطنشني كده؟ انا حبيبتك يا عم، مش انا الست اللي منكده عليك من صباحيه ربنا. انا ما بحبش اطلب من الست حاجه، ده طبع فيا، انا ما بحبش اطلب من الستات اي حاجه عامه، يعني في شغل في شارع في بيت في اي حاجه، انا ما بحبش اطلب من الستات حاجه. وفي الفيديوهات هنا بكون حريص قوي ان انا اطلب من الست حاجه، ما اعرفش ليه، هي عندي كده في عقلي الباطن ان الستات ده ما ينطلبش منهم حاجه، كويس انهم عايشين معانا ونشكر ويشكروا انهم عايشين معانا وخلاص. بس حقيقي علشان توصلي للي انت عايزاه لازم تتعبي نفسك، وزي ما قلت 50 مره مش تتعبي نفسك تروح تشتري قمصان نوم جديده ملونه او كلام من ده، او علبه روج جديده لا مش دي الفكره. الفكره انك تعملي علاقه مع الراجل نفسه، ان هو لو زعلك ما يعرفش ينام، ان انت لو ما استكفتيش في العلاقه ما يعرفش ينام، انه يحس فعلا انه مسؤول عن سعادتك، مش مسؤول بس ان يرمي لك كل شهر جنيهين كده او المرتب او نص المرتب او وات ايفر، يرمي لك الفلوس كده ويقول لك خد المصروف البيت اهو. لا مش دي بس مسؤوليته، احنا عايزين نوصله ان يكون مسؤول عن سعادتك، يعرف ان هو مسؤول عن سعادتك وان هو ملزم انه يساعدك بدافع الحب اللي عنده، مش عشان هو مجرد جوزك. الراجل مش اناني، الراجل مش بس بيحب نفسه بس وبيحب يسعد نفسه وبيعمل اللي هو عايزه بس، لا هو كده بيمارس طبيعيته. عشان تنقليه من ضبط المصنع للابجريد اللي بعده، محتاجين ان احنا نحب الراجل ده ونحببه فينا ويبقى في علاقة. اتمنى تكون الفكرة وصلت، واتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالحب اللي بينتج عنه سعادة في غرفة النوم.